احسن حاجة في الحياة ان الحياة تبقى ماشية حتى وانت زعلان، مش حياتك بس، يعني الحياة عموما. عارفين ان انا بقول كده عشان لما كنا في كورونا انا كان وقتها عندي اكتئاب، فانا كنت داخله بقى في دور الضحيه، وان انا ما عنديش رفاهيه الانهيار، وان انا متضايقه، بس ما اقدرش ما اقدرش انهار والجو ده. فجت كورونا، فكلنا طبعا قعدنا في البيت، وانا قعدت الاسبوعين اللي اتقالوا ان احنا نقعد هم الدراسه، قعدت نهارتهم براحتي وخلصت. جاي بقى عايزه اخرج للحياه وامارس حياتي، لا ما ينفعش. ليه؟ عشان الدنيا كلها واقفه، عشان الدنيا كورونا والدنيا كلها مقفوله والناس كلها في البيت. فده زود اكتئاب على اكتئابي بطريقه مش طبيعيه. ان انا مستعده اخرج دلوقتي الحياه، بس الحياه مش موجوده دلوقتي. فبجد ابدأوا كده. انا بقالي كتير عايزه اصور الفيديو ده، واكتر حاجه بتكسلني ان انا اصور ان انا البس بقى واجهز وكده، فطلعت اركب البيجامه. واكتر حاجه بتكسلني برضو ان انا ما بلاقيش مكان اصور فيه، فصورت على السرير. هنعمل ايه بقى؟ انا لو ما صورتش كده مش هصور، ولو ما صورتش هنسى التصوير. فابدأوا، وغير ان انتوا تبدأوا كملوا الحاجه للاخر.